تعالي بقى لمّا أقول لِك سر تدميس الفول في ساعة واحدة بس، في ساعة واحدة بس يا سهير والله العظيم في ساعة واحدة بس، كل اللي بياخد منّي الطريقة والسر اللي هاقول لكم عليه النهارده في الفيديو بيدعي لي من قلبه، بجد فول زبدة بُصّوا كهرمان ولا قدرة ولا كلام فارغ، هتحطيه في الحلة وفي ساعة واحدة على النار هيطلع معاكِ زبدة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، شايفين عامل إزاي، شايفين لونه تحفة إزاي، بجد خطير جدًا، عايزاكم تدعوا لي بس دعوة حلوة من قلبكم ولايكات كتير للفيديو ده ويالّا بينا على المقادير على طول. بسم الله أول حاجة عندي هنا مَيّة تكون بتغلي، باضيف عليها وهو ده السر معلقة صغيرة كده مليانة من الكربوناتو اللي هي البيكنج صودا، شُفتوا التفاعل اللي حصل ده؟ باجيب الفول عندي، بتجيبي فول تقولي للراجل اللي هتجيبي منه الفول العطار عايزة الفول بتاع العربيات السريع، وتنقي الحباية كبيرة كده ولونها يكون فاتح، تغسليه كويس الأول طبعًا بتنقيه وتغسليه كويس جدًا، وتيجي تروحي منزّلاه في المَيّة دي على طول اللي بتغلي، وتغطّيه وتسيبيه مثلًا يعني هنقلّبه كده زي ما أنتم شايفين وباغطّي عليه، أنا دايمًا باعمله من بالليل، باسيبها من بالليل لحد الصبح أو من الصبح لحد بالليل وهو كده إيه، منقوع في المَيّة دي، تمام؟ تمام، ليه بقى الكلام ده كلّه؟ المعلقة دي هتخلّي التسوية بتاعته أسرع بكتير، تمام؟ بُصّوا كده بعد ما عدّى عليه يعني أنا سِبته من بالليل لحد الصبح، بُصّوا الفولة كبرت وخلاص نزّل كل السواد بتاعه في المَيّة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، هاعمل إيه، هاروح طبعًا إحنا كنا غاسلينه قبل كده، هاروح شايلاه من المَيّة دي على طول حاطاه في الحلة، صفّيه بس من المَيّة، ما تشطفيهوش ولا أي حاجة. بعد كده هنضيف عليه بقى وكل الحاجات اللي هنضيفها دي اختيارية، 3 معالق كبار من البليلة غسلتها وحطيتها اللي هي غلة البليلة، و3 معالق كبار من العدس غسلتهم برضه وحطيتهم، معلقتين كبار من الصلصة، كل ده بقى بيطعّمه لي وكمان بيدّي لي لون حلو جدًا. بس تقدري تستغني عنهم ما فيش مشكلة، نُص معلقة من الكركم وده طبعًا عشان برضه اللون، وأهم حاجة عندي هتجيبي ليمونة تكوني غاسلاها لإن إحنا هنعصرها بالشكل ده وهنحط كمان القشر معاها، ليه بقى؟ ده بتخلّي اللون بتاعه يفضل فاتح وما يسودش منِّك أبدًا، تمام؟ وفي نفس الوقت بتعتبر مادة حافظة للفول، تمام كده؟ باعصرها كويس جدًا من غير عصارة ولا حاجة بإيدي لإن أنا كمان هاحط القشر بتاعها. بعد كده باكون عندي مَيّة بتغلي وانزل عليه أغطيه. يعني هو أنتم شايفين إن هو في تِلت الحلة، أنا باغطّي الفول لحد تِلتين الحلة، باخلّي تِلت بس هو اللي فاضي، تمام كده؟ لحد ما أغطّيها وأروح مشغّلة عليه النار ومقلّباه كويس تقليبة حلوة كده، لإن أنا مش هافتح عليه أبدًا قبل ساعة، تمام كده؟ ونوع طبعًا الفول بيفرق جدًا في التسوية كمان، يعني على حسب نوع الفول ممكن نوع الفول يكون مثلًا مش بيستوي بسرعة، عشان كده باقول لِك قولي للعطّار أنا عايزة الفول بتاع العربيات، تمام؟ ده بيبقى سريع. بعد كده أول ما يغلي بنغطّي عليه ونهدّي عليه شمعة، أهدى نار عندِك، ما بتفتحيش عليه غير بعد ساعة. أنا عشان متعوّدة على الفول ده والطريقة دي، فباطفي عليه وباسيبه يهدى خالص من غير ما أفتحه، ما تكشفيش عليه عشان ما يسوَدّش منِّك. بُصّوا ده كده بعد أمّا هدى معايا بعد ساعة، طفيت عليه وسِبته هدى خالص، بُصّوا مزبِّت إزاي، شايفين الفول بجد خطير جدًا، جدًا. تقدري بقى إيه، أول لمّا يبرد خالص تحتفظي بيه بأكياس في الفريزر وتحطّي علبة عندِك في التلاجة من تحت، عشان إن شاء الله السحور في رمضان مش بنستغنى عنه، كل حاجة بقت غالية، هنعمل كل حاجة في البيت وإن شاء الله هنوفّر، وزي ما قُلت لكم سر لونه الكهرمان ده وسر التسوية بتاعته والله ساعة بالضبط، ولو اتأخّر معاكِ هتبقى ساعة وربع، ساعة ونُص، ولا 5 ساعات ولا الكلام الفاضي ده، طول عمري باعمله كده وكل اللي بياخد منّي طريقة بيدعي لي على نجاح الطريقة دي وعلى قد إيه بيطلع الفول زبدة زي ما أنتم شايفين كده. إن شاء الله تجرّبوه يعجبكم، وعايزاكم بقى تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم وتعملوا لايكات كتير للفيديو وبس كده، باي باي.